شايفين الكيكة الخطيرة دي أخدت مني بالظبط دقيقتين تسوية عشان تطلع بالجمال والحلاوة دي. النهاردة عملنا كيكة فيج أو فيجي كيك في الميكروويف، بجد سهلة وسريعة وفي منتهى اللذاذة حرفيا. متأكدة إني فتحت نفسكوا وهتقوموا تعملوها حالا. طعمها خطير من الآخر كده، هتدمنوها وهتعملوها كل ما يبقى نفسكوا في حاجة حلوة من سهولتها وبساطتها. لايك وشير للفيديو قبل ما نبتدي نقول المقادير مع بعض. اللي معرفنيش أو لسه بيتابعني جديد، أنا ريهام، ويلا بينا نقول المقادير مع بعض. معانا 4 معالق كبار من الدقيق، هنحط عليهم معلقتين كبار من الكاكاو الخام ومعلقتين كبار من السكر ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهنقلب المواد الجافة كويس مع بعض الأول وبعدين نضيف السوائل. معانا 4 معالق من الزيت زيهم 4 معالق من اللبن، ونقدر نستبدل اللبن بالمية. عايزين القوام بتاعها ما يبقاش تقيل قوي ولا خفيف قوي، هي هنا تقلت مني فأنا زودتلها معلقتين كمان من المية. عاوزين القوام بتاعها يبقى حلو كده زي ما انتوا شايفين. هنقلبها كويس وبعدين هنحطها في القالب بتاعنا. وقولولي في الكومنتات شفتوا الفيديوهات قبل كده اللي نزلتها اللي هي بتاعة الميكرويف ولا لأ، واللي ما شافهاش يشوفها، موجودة كلها على القناة في الشورتس. وهننزلها في قالب كده يدخل الميكرويف، وممكن كمان نخبزها في الفرن من 5 ل8 دقايق حسب كل فرن بتاع كل حد فينا يعني. هناخدها على الميكرويف، ممكن نقسمها في بولتين صغيرين، لو حد ما عندوش قالب كبير كده فعادي نقسمها في بولتين صغيرين. هنا بعد ما طلعت من الميكروويف الأول، عشان بس نبقى عارفين إن الاختبار بتاعها اهو مستوية، عشان تبقوا عارفين هنديها الأول دقيقة وبعدين نرجع نديها دقيقة كمان. تمام، ما تديش الدقيقتين على طول، الأول دقيقة وبعدين ندي الدقيقة التانية. أنا هنا زينتها بالجناش شوكولاتة وحطيت عليه معلقة من الكراميل، وبقى الاتنين مع بعض ميكس رهيب كده وطعم خطير. ممكن تحطي عليها سكوب من الآيس كريم والكراميل اللي انتي حباه، يعني طريقة التقديم دي بتاعتك انتي في الآخر. ورشيت عليها رشة من السكر البودرة، وهنبتدي ندوق بقى الجمال والحلاوة دي، بجد بجد خطيرة. جربوها وقولولي رأيكم. سهلة وسريعة وتقدروا تعملوها في أي وقت، وإن شاء الله بإذن الله مكوناتها موجودة في كل بيت إن شاء الله. اللي معرفنيش أو لسه بيتابعني جديد، أنا ريهام. يلا سلام.